هيكل سليمان فين وازاي؟ طب تعالى وانا اقول لك. في الحلقه دي هنرجع سنين كتير قوي لورا، واللي جاي احكيه لك النهارده عن هيكل سليمان من وجهه نظر يهوديه بحته. يعني انا دلوقتي مش رشا، اعتبرني رشين يا اخويا. بدايه الحكايه ترجع لملك اسمه طالوت. كان اليهود مش راضيين يعترفوا بيه نهائي، فجه النبي اللي نزل فيهم وقتها وكان اسمه صموئيل، وقال لهم ان آية حكم طالوت ده ان ربنا هينزل عليكم تابوت تحمله الملائكه من السماء. التابوت ده كان فيه لوحي موسى اللي محصور عليهم الوصايا العشر، وفعلا نزل التابوت وكان رمز مقدس جدا ليهم. يستهدوا بالله ده كده ويهدوا؟ ابدا. طبعهم ولا هيشتروه؟ طبعهم. فلما نزل عليهم التابوت ده من السماء كان واجب عليهم ان هم يحافظوا عليه، ومن كتر حبهم فيه سموه تابوت العهد. اما حكم والله. طب يحافظوا عليه ازاي وهم اصلا تايهين في الارض؟ قال لك لا، احنا هنعمل له خيمه ونسميها خيمه الاجتماع. وكانت طبعا الخيمه دي غير ثابته، بتتنقل معاهم مكان ما يتوهوا، قصدي مكان ما يروحوا. وفي الروايات اليهوديه ان لما جه سيدنا داوود عليه السلام وفي بدايه حكمه حس كده بالذنب انه عايش كده في بيت فخم والتابوت موجود في الخيمه الفقيره دي. فقال لك لا والله ما ينفع، انا راح ابني له معبد او هيكل ويكون مقر للتابوت وكمان للعباده. وفعلا بدأ في جمع المعدات والفلوس اللازمه لبناء الهيكل. ولكن جات له رساله من يهوه، ويهوه معنى الاله عند اليهوديه، انه ما ينفعش هو اللي يبني المعبد لان يديه ملطختين بالدماء. استغفر الله العظيم. دلاله يعني قصه الحروف في عهده، وان الموكل لبناء المعبد ده او الهيكل هو سيدنا سليمان ابن سيدنا داوود. وفعلا وحسب روايتهم ان لما جه سيدنا سليمان بدأ في بناء الهيكل، واستمر بناؤه ناس يقول لك 16 سنه وناس يقول لك 7 سنين، وجاب حوالي 180 ألف عامل من سور في فينيقيا. وكل ده كان في عهد الملك الفينيقي حرام. والله حرام عليهم. المهم بقى ان اليهود قالوا لك ان الهيكل بعد ما انتهى سيدنا سليمان من بنائه كان قمه في الفخامه والاناقه، لدرجه ان الابواب والاسطح والارضيات كلها كانت مغطيه بالذهب. ولكن طبقا لروايتهم اللي فيها شويه استصعاب كده ان هم عانوا في موضوع الهيكل ده لدرجه ان هم قالوا ان هو اتهد 3 مرات وتم اعادته من جديد. مره في عهد الملك نبوخذ نصر الملك البابلي، والمره الثانيه في عهد المقدونيين، والمرتين دول كانوا قبل الميلاد. اما المره الثالثه فكانت في عهد الرومان، وده طبعا بعد الميلاد. لدرجه ان هم قالوا ان الامبراطور الروماني يا حرام كان محول المعبد ده لمقلب للنفايات علشان يذل اليهود ويكسر لهم مناخيرهم. كل الروايات دي يا مؤمن من اليهود بس، مفيش ولا مصدر تاني يوحد ربنا اتكلم ابدا عن الهيكل. حتى الحضارات اللي قدروا ان هم ينتصروا بهدم المعبد ما جابوش اي سيره لانتصارهم، وده طبعا كان غير معتاد لان كل حضاره من الحضارات دي كانت بتفخر جدا بانتصارها على اي حاجه. يعني ولا مصدر غير اليهود قال انه اتبنى، ولا مصدر غير اليهود قال انه اتهد. انسى بقى رشين وتعالى اسمع رشا. تعالى معايا بقى نسمع الروايه الاسلاميه في قصه الهيكل دي. في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احد الصحابه: قلت اي مسجد وضع في الارض اولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. يعني بالنسبة للإسلام اللي بنى المسجد الحرام هو بنفسه اللي بنى المسجد الأقصى، وهم الملائكة بأمر من الله عز وجل. وده طبعا قبل سيدنا سليمان بآلاف السنين. ده كمان في حديث شريف تاني بيأكد إن سيدنا سليمان قام بترميم المسجد الأقصى اللي كان ساعتها اتعرض لكتير من الدمار والتخريب. بيقول الحديث الشريف عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون أعطي الثالثة. معنى كل الكلام ده إن المسجد الأقصى كان موجود قبل فكرة أصلا بناء الهيكل. طب في إيه بقى بعد كل الأدلة دي؟ أعتقد مفيش. رحم الله شهداء غزة. ودي كانت حكايتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوة كتير من معرش حاجة.